السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله عليكي اجبري بخاطر جوزك، لأن الراجل بيتحمل مشقة وتعب وجهد كبير جدا في سبيل الحصول على لقمة العيش، وفي سبيل الوصول بالأسرة إلى بر الأمان، وفي سبيل الوصول لكل فرد من أفراد الأسرة اللي هو عايزه أو اللي هو بيتمناه. طالب عايز يذاكر وعايز ينجح وعايز كورسات وعايز محاضرات وعايز دروس، بنت عايزة تتجوز أو عايزة مصاريف برضه للجامعة وعايزة تتجوز وعايزة تتجهز. مين اللي بيشيل أهم الأسرة دي كلها؟ والطالب أو الأبناء أو الزوجة اللي عايزة تجدد في بيتها، تجدد ستاير، تجدد أنتريه، تجدد أوضة نوم، تجدد البيت كله، تشتري بيت جديد. مين اللي شايل هم الأسرة دي كلها؟ الرجل. فالرجل يحمل على أكتافه أعباء تنوء بها الجبال في سبيل الحصول على لقمة العيش. فبالله عليكي اجبري بخاطر جوزك. معلش المقدمة دي لازم نتكلم فيها ونقولها، علشان كتير من النساء لا تعلم أن الحياة خارج بيتها يعني قاسية جدا. معانا صور بنعرضها لمشقة وتعب لبعض من يعني إخواننا من الرجال اللي بيشوفوا المعاناة والصعوبة في المواصلات وفي سبيل الحصول على لقمة العيش. الراجل ده أو الراجل ده محتاج إن هو يرجع بيته اللي ربنا قال عليه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فمحتاج يرجع للسكن اللي ربنا قال عليه في الكتاب. يعني ما يكونش مشقة بره وتعب بره وجهد بره، مواصلات وضغوط العمل وتنافس بين إذا كان تاجر، تنافس بين التجار، وإزاي يجيب فلوس وإزاي يجهز فلوس وإزاي يستدين أو يستلف علشان يجهز لنفسه التجارة اللي هو عايزها، أو ينشئ العيادة، أو ينشئ مكتب للمحاماة، أو إذا كان مدرس إزاي يثبت نفسه ويكبر نفسه في مجاله، أو إذا كان موظف في مصنع أو في شركة يقف أو يقعد على مكتب أو يقف على مكنة 8 ساعات، أو في مصنع 8 ساعات وردية كاملة. الراجل ده بعد كل العناء ده كله والمشقة ديت في عز الحر أو في عز البرد، وانت قاعدة مرتاحة في بيتك، مقفول عليك بابك، مالكة في بيتك، ازاي يرجع بعد ده كله وبعد المشقة دي كلها ويلاقي مشقة بره وجهد بره وتعب بره وهم جوه البيت؟ فيعني الرحمة بالزوج الكادح اللي بيعاني في سبيل الحصول على لقمة العيش وتوفير لقمة العيش، ويرجع لك آخر اليوم ويرجع لك آخر الأسبوع أو يرجع لك آخر الشهر وهو شايل أكياس معاه من الأكل أو الشرب أو متطلبات البيت علشان يديكي نتيجة تعبه ونتيجة المشقة ونتيجة عرقه ونتيجة كفاحه طول اليوم أو طول الأسبوع أو طول الشهر، ويقدمه بين إيديك. هو شايل أكياس الفاكهة أو الخضار أو شايل أي حاجة وداخل بها البيت عشان يفرح كل أفراد الأسرة بكل احتياجاتهم وكل طلباتهم. فمعلش كان لازم نقول المقدمة ديت علشان خاطر في نساء كتير ما يعرفوش مدى المشقة ومدى التعب ومدى المعاناة التي يلاقيها الزوج في سبيل الحصول على لقمة العيش. علشان كده كان لازم نتكلم في موضوع تعب الزوج وان هو بيضحي وشايل عبء اكبر من اعباء البيت. ولذلك الله تبارك وتعالى قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. علشان كده من الأشياء الأساسية أو أول شيء تجبري بخاطر جوزك بيها هو إن أنت على قد ما تقدري تصحي بدري قبله وتحضري له فطاره وتحضري له لبسه وتحضري له المشروب اللي هو بيشربه وتدعي له. من الأشياء اللي بتسعد الزوج واللي بتخليه يعني يهون عليه التعب والمشقة والمعاناة اللي بيشوفها في شغله وفي المواصلات والزحام والحاجات دي كلها، دعوة مش هتكلفك يعني 3-4 ثواني، إلا أنها بيكون لها الأثر الكبير جدا عليه وهو نازل بطاقة إيجابية، نازل بنوع من الانشراح الصدر والرضا، وإن هو كده ملك الدنيا بحذافيرها. زوجة بتحضر له أكله وبتحضر له لبسه وبتحضر له مشروبه وبتدعي له وهو خارج، بتودعه، تسلم عليه، تدعي له بالرزق والبركة وإن ربنا يعني ييسر له الأمر. أن كانت الزوجة الصالحة زمان
تقول لزوجها وهي تودعه على باب البيت، فتقول له: اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من حلال، فإنا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على نار الآخرة. فإنا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على نار الآخرة. لذلك من الأشياء المهمة جدا اللي بيحتاجها الزوج وهو راجع من بيته، حتى إن كان معاه مفتاح البيت، إن زوجته تستقبله وتفتح له الباب بيديها، ولو كان هو حتى معاه زي ما قلنا مفتاح الباب. ليه؟ تديله شعور بالاهتمام، إن زوجته سابت كل اللي في ايديها من غسل وطبخ وكنس والاهتمام بأمور البيت، وخرجت ليه علشان تستقبله. شكلك حلو، ريحتك حلوة، لبسك حلو، بيتك هادي، بيت متعطر، الدنيا منظمة، الأولاد على قدر المستطاع الدنيا هادية. فده شيء بيسعد الزوج، بيحس بنوع من اهتمام مراته بيه واهتمام زوجته بيه. وده برضه بتليفون تعمله له وهو في الشغل: ألو، عامل ايه، اخبارك ايه، محتاج حاجة، انت كويس، نفسيتك كويسة. الاشياء ديت بتدخل للزوج او على الزوج نوع من الاهتمام، ان في حد مهتم بيه، حد مقدره، فبتسعده وبالتالي هو كمان بيسعدك. فده من الاشياء المهمة، حسن الاستهلال زي سيادنا العلماء بيسموها حسن الاستهلال، ان تستقبلي زوجك وهو داخل من البيت. حسن الاستهلال بابتسامة، بشكل حلو، ريحة حلوة، لبس حلو. وبلاش موضوع دايما انك انت قائمة على شغل البيت، ده جهد مقدر ليكي، ولكن مش دايما تقابليه بعدم الاهتمام، او بلبس مش مناسب، او بريحة مش مناسبة، ريحة المطبخ او الطبيخ والثوم والبصل والحاجات دي. فمن الاشياء المهمة جدا اللي بتسعد الزوج حسن التوديع، انك تودعيه الصبح، وحسن الاستقبال او حسن الاستهلال، بيشوف زوجته في اجمل صورة. ده من الاشياء المهمة اللي كان لازم نركز عليها في الاهتمام بازاي تجبري بخاطر جوزك وانت بتودعيه وهو نازل شغله، وانت بتستقبليه وهو جاي من شغله. من الاشياء ايضا اللي بتسعد الزوج، او من الاشياء اللي تجبري بخاطر جوزك بيها، هو انك تعملي الشيء اللي بيحبه وتبعدي عن الشيء اللي ما بيحبوش. وفي قصة مشهورة كلنا عارفينها، قصة شريح القاضي. لما سألوا أحد الناس: كيف حالك مع أهلك؟ قال: بخير حال، عشت معها 20 سنة، لم أرى منها شيئا يغضبني إلا مرة واحدة، وكنت أنا المخطئ فيها. فالرجل استغرب، إزاي 20 سنة وما فيش بينكم بعض مشاكل؟ قال: لما تزوجتها ولما كانت الليلة الأولى من الزواج، صليت ركعتين شكرا لله على الزواج، فلما سلمت عن يميني وجدتها تصلي بصلاتي، بتصلي وراها، فلما هممت أن أضع يدي عليها قالت: على رسلك يا أبا أمية، طول بالك شوية، أما أنا فقد كان لي من هو كفء لي في أهلي. كان عندها ابن عمها، ابن خالها، أي حد قريبها هيتزوجها، وأما أنت فقد كان لك من هي كفء لك في أهلك، بنت عمك، بنت خالك، واحدة بنت عمتك، أي حد هيتجوزك أو هتتجوزها أما وقد قدر الله أمرا كان مفعولا، فقل لي ما تحب حتى أفعله، وقل لي ما لا تحب حتى لا أفعله. فقال: قوم فلان قوم صالحون فتعاملي معهم، وقوم فلان قوم سوء فلا تقربيهم، أما أنا فأحب كذا وكذا وكذا وأكره كذا وكذا وكذا. فيقول: فعشت معها 20 سنة لم أرى منها شيئا يغضبني. ليه؟ لأنها عملت اللي بيحبه وبعدت عن اللي بيحبوش. فأنت بخبرتك أو بحياتك أو من المعاشرة مع الزوج عرفت إيه اللي بيحبه زوجك وإيه اللي ما بيحبوش، إيه الأشياء اللي بتسعده وإيه الأشياء اللي بتحزنه. فمن خلال العشرة ديت أنت تقدري، أو أكتر واحدة في الدنيا تقدر تعرف إيه الأشياء اللي بتسعد زوجك وتعمليها، وإيه الأشياء اللي ما بتسعدوش أو الأشياء اللي بتضايقه وما تعملهاش. فبالطريقة ديت أنت بتجبري بخاطر زوجك. وفي الأول وفي الآخر برضو بقول لك وبأكد عليكي: احتسب الأجر واحتسب النية إنك بتقدمي ده لله. من الأشياء المهمة اللي سمعتها من أحد الأصدقاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يديم عليه السعادة
هو وزوجته، وهو بيشتغل دكتور وزوجته دكتورة. فبيقول لي بينه وبين مراتي مسافات في الغنى، يعني هي أغنى منه، هو دكتور وهي دكتورة، ولكن هي بتصر قبل ما يخرج من البيت إن هي تمسح له عزك الله حذائه وتقول له ده حقك عليا، ده حقك عليا، أو واجبي إن أنا أمسح لك حذاك قبل ما تخرج، مع إنها دكتورة زيه، عاملة زيه، بتشارك في مسؤولية البيت، ومع ذلك وأغنى منه، ومع ذلك هي لا تنسى أو لا تغفل دورها كزوجة، ولو كانت أي منصب تشتغله، وزيرة، ولكن في الآخر بترجع البيت بتنسى الوظيفة بتاعتها بره باب البيت، وتدخل البيت على أنها زوجة ولها زوج له حقوق. فيعني ده من النماذج المحترمة والمشرفة، والتي أسأل الله تبارك وتعالى أن يديم عليهما السعادة والألفة والمحبة والسكينة. فمن الأشياء اللي بتحبب الزوج لزوجته هو الاهتمام به، وده اللي الزوج محتاجه، يشعر ان حد بيتصل بيه، بيسأل عليه، بيشوف اخباره ايه، عايز ايه، محتاج ايه، زعلان من ايه، مبسوط من ايه. يحتاج الزوج دايما انه يحس انه في حد خايف عليه، مهتم بسعادته، مهتم بزعله كده. فمن الاشياء ايضا اللي تجبري بخاطر زوجك بيها، ودي كتير من الازواج بيشتكي منها، اللي هو العلاقة الحميمة او اللقاء الجسدي. الحاجات ديت بتذوب بينها فيها المشاكل والبعد والمجافاة في العلاقة دي. فدي من الأشياء اللي بتسعد الزوج، وبالتالي بيصل إلى حد الرضا عن هذه العلاقة، فبيكون له رد فعل أو مردود إيجابي عند الزوج، وبالتالي بيسعد الزوج، وبالتالي بتسعد الزوجة. أو الشيء ده مهم جدا إن أنت تهتم بيه، وهو العلاقة الحميمة، أو الوصول إلى مرحلة الرضا عن هذه العلاقة. ودي كتير من النساء للأسف الشديد بتغفل عنها، فإحنا بنذكرك بالجانب ده، إن الجانب ده مهم جدا عند الرجال. فكتير من النساء بتغفل هذا الجانب. فالجانب ده مقصد من مقاصد الزواج، مقصد من مقاصد الزواج، وهو إشباع أو الوصول بهذه العلاقة إلى حد الرضا. فمقصد من مقاصد، والعلاقة ديت هي مقصد من مقاصد الزواج، وهو عقد يضمن حق تمتع كل من الزوجين بالآخر على الوجه الذي شرعه الله. ده معنى الزواج اللي هو العفة، مقصود من مقاصد الزواج هو العفة. فده من الأشياء التي يعني تجبري بخاطر جوزك بيها. من الأشياء أيضا تجبري بخاطر الزوج بيها هي عدم الضغط عليه في الطلبات. كانت المرأة الصالحة قديما تقول لزوجها: يا عبد الله، إن لنا إليك حاجة، في شيء مهم أو سلعة أو شيء خلص من البيت، يعني زي رز، مكرونة، دقيق، عيش، حاجة مهمة، فهي مش عارفة تقولها له إزاي، فصعبان عليها أنها تطلبها منه، فبتقول له: يا عبد الله، إن لنا إليك حاجة، فإن أنت قضيتها كنت مشكورا مننا، يعني مأجورا من الله، فإن أنت قضيتها كنت مشكورا مأجورا، وإن لم تقضها كنت مشكورا معذورا. احنا برضو هنشكرك وهنعذرك، أو كنت مأجورا برضو من الله ومعذورا مننا. ثم تأوي أو تذهب إلى خدرها، والخدر هو المكان اللي يعني بجوار، يعني المكان اللي بتنام فيه، سريرها، المكان ما بتحط المصلية كده، مكان سريرها جنب سريرها. فبتصلي وتدعو الله تبارك وتعالى أن يوسع الله تبارك وتعالى على الزوج، فيوسع الله تبارك وتعالى عليه، فيوسع عليها، فيقضي لها حاجتها. هكذا تكون النساء بالدعاء للزوج. بتكون عايزة تجددي حاجة في البيت، أو تشتري حاجة لنفسك، أو تجيبي حاجة لأولادك، والزوج يعني الظروف بتتغير وما بيكونش معاه، وكل راجل فينا بيكون نفسه انه يجيب كل شيء يسعد زوجته ويسعد اولاده، ولكن الظروف بتتغير، يعني بيبقى فيه نوع من ضيق ذات اليد، مش عارف يجيب، العيد متكتفة، مش عارف يجيب اللي اولاده عايزينه واللي زوجته عايزاه، والاحتياجات الاساسية اللي بيته محتاجها، ولكن بيبقى غصب عنه، مش قادر يجيب، مش رزقه كده.
فالزوجة الصالحة تدعو الله تبارك وتعالى أن يوسع على الزوج، فيوسع الله تبارك وتعالى عليه، فيوسع عليها، فيقضي لها حاجتها. فالزوجة ما تكسرش على الزوج بكثرة الطلبات، لأنه كلنا عايزين نجيب الطلبات اللي الزوجة عايزاه والبيت محتاجها، ولكن الأمور ما بتكونش دايما زي الواحد ما هو عايز. فتصبر عليه، اصبري على زوجك لحد ربنا إن شاء الله ما يجعل بعد عسر يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فده من الأشياء اللي تجبره بخاطر زوجك بيها، إنك ما تثقليش عليه بالطلبات، يعني ما تحملهوش ما لا يطيق. فالزوجة الصالحة اللي بتكون مع زوجها على الدنيا ولا تكون مع الدنيا على زوجها. فالراجل محتاج يعني تقف معاه كتف في كتف وإيد في إيد، إنها تعاونه على الوصول بالأسرة إلى بر الأمان وتحقيق الاحتياجات الأساسية لكل أفراد الأسرة. مش تقول له اللي دخل الفقر من الشباك يخرج الحب من الباب. فديت مش بنات الأصول اللي تعمل كده. بنت الأصول تقف مع زوجها وتكافح وتعافر وتدبر وتوفر لزوجها علشان خاطر تقدر توصل بأولادها وبأسرتها إلى بر الأمان. اللي عايز يتعلم، اللي عايز يتجوز بيتساعدوا على جواز بنت أو ولد، وتقف دايما في ظهر زوجها كده، تكون سند ليه، والوراء كل عظيم امرأة. فلازم الزوجة الصالحة إنها تقف إلى جوار زوجها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مادحا السيدة خديجة رضي الله عنها، فيقول: والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني حين كذبني الناس، وآمنت بي حين كفر بي الناس، ووستني بمالها ونفسها. فده من سمات الزوجة الصالحة، وده اللي الراجل محتاجه، أن الزوجة تقف دايما إلى جواره وتكون عونا له على الدنيا ولا تكون عونا للدنيا عليه. من الأشياء أيضا اللي تجبري بخاطر جوزك بيها، يعني الزوج دايما أو الرجالة بصفة عامة بيحبوا دايما الزوجة الفرفوشة أو الزوجة المبتسمة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأن تلقى أخاك بوجه طليق، وفي رواية بوجه طلق. فتبسمك في وجه أخيك صدقة، ما بالك بزوجك اللي معاك. فالزوج بيحب الزوجة البشوشة الفرفوشة اللي دايما تكون صانعة للسعادة في بيتها، تكون مصدر للسعادة في البيت. ما بيحبش الزوجة النكدية اللي دايما يعني هو يعني زي ما اتكلمنا جاي من بره شايل ضغوط وهموم ومشاكل، فيرجع جوه يلاقي نكد وضرب بوز وشبرين، فهيعمل ايه؟ عامله كده 111. فحرام يعني الراجل يفيص منك، يعني مش هيستحمل. فكفايه عليه بره، ما يكونش بره وجوه. فالزوجة الفرفوشة بتكون محببة إلى قلب زوجها، وبتكون يعني بتقابل المشاكل دائما، حتى لو غلط فيها وأهنها لا قدر الله أو في مشكلة حصلت، تقابل المشاكل بروح رياضية وبصدر رحب، وبعد كده بتعتب عليه في يعني ساعة صفا كده، بتعتب عليه: أنا كنت زعلانة منك عشان انت عملت كذا وكذا، وأنا برضو يعني ما اتكلمتش وعديتها. فهو بيقدر لها ذلك إنها تكون دايما بشوشة بسامة المحية دايما كده. فمعظم الرجال بيتحب الزوجة المرحة الفرفوشة البشوشة اللي بتدخل السعادة على زوجها، خفيفة الظل، يعني بتعرف ازاي يعني تنكت وتقول نكتة وتخرجه من حالة الزعل أو الغضب إلى حالة السعادة والرضا والانبساط والسرور. فالزوجة لما تبقى بشوشة ومرحة ده من الأشياء اللي بتدخل السعادة على الزوج، ويا ريت تجبري بخاطر زوجك وتكوني من صانعات السعادة في البيت. وفي نهاية الفيديو خدي الزتونة. في رجالة كتير بنسمع ان الراجل ده عينه زايغة او ببص لبره او اتجوز واحدة تانية غير مراته. طب هو اتجوزها ليه او بص لدي ليه او اعجب بدي ليه؟ عشان انت مش موفره له اللي هو اعجب بيه. في راجل بيعجب بطريقة لبس واحدة، في راجل بيعجب بطريقة طبخ واحدة، في راجل بيعجب بطريقة تفكير واحدة، في راجل بيعجب بطريقة تدبيرها للفلوس أو للناحية المادية. فالزوجة الذكية اللي تكون كل هؤلاء شكلها حلو، عقلها بتفكر كويس، تقترح عليه حلول لمشاكل بتقابله في الشغل، بيتها كويس، نظيفة في شكلها في لبسها في بيتها، بتعرف تدير بيتها. فكوني له كل هؤلاء، كوني له اللي هو اعجب بيها، اللي اعجب بشكلها دي خليك شكلك حلو،
البسي له اللبس اللي هو بيحبه. بيعجب باكلها، اطبخي له الاكل اللي بيحبه. اشبعي زوجك بالشكل اللي هو بيحبه او بالطريقه اللي بيحبها، مش اللي انت بتحبيه. في زوج بيشبع عن طريق، او كفي زوجك عن طريق يعني الاكل، هو بيحب الاكل معين اعمله له. بيشبع من خلال انك تتكلمي معاه وتدردشي معاه، كلميه. بيشبع من خلال، او عفيه من خلال العلاقة الزوجية او العلاقة الحميمة. عفيه من، او اشبعيه من خلال العلاقة دي. عفي زوجك من خلال شكل اللبس زي ما اتكلمنا، الاكل، طريقة التفكير، رجحة العقل. عفي زوجك من خلال تدبير امور البيت، ما تنعوهوش الهم وتكوني حمل عليه وبكثرة الطلبات زي ما اتكلمنا. فدي الزتونة، انك تشبعي زوجك وتعفي زوجك بالطريقة التي يحبها هو، مش الطريقة اللي انت بتحبيها. فعفي زوجك بايه، شوفي زوجك بيحب ايه وعفيه بالطريقة، عفيه بالطريقة اللي هو بيحبها. فده كان ملخص يعني سريع كده، ازاي تجبري بخاطر زوجك وتستحمليه وتصبري عليه، لان احنا بشر مش ملائكة، فكلنا يعني اخطاء. ولكن ان انت تتغافلي وهو يتغافل، فيعني تسير الامور وتصلوا بالمركب او السفينة اللي انتوا راكبينها الى بر الامان ان شاء الله. يعني اتمنى لكم السعادة دائما، ونشوفكم على خير في اللقاء القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.